السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول كلمتين على السريع ويا ريت الفيديو يوصل لكل اللاعبين في الدوري المصري، كل اللاعبين. الموضوع بخصوص مباراة الزمالك وسموحة اللي كان فيها كلام كتير قوي بالنسبة للتحكيم، وتحديدا لقطة حسام حسن لما اتطرد، وهل اللعبة فيها ضربة جزاء ولا لا. الرسالة بقى اللي بوجهها للاعيبة أو لاعيبة الدوري المصري هي إنهم لازم يتفرجوا على الدوريات الأوروبية والكوره بره مصر تماما، يتفرجوا ويتابعوا الدوريات بره عامله ازاي علشان يتعلموا يعني ايه اخطاء تحكيميه عاديه جدا، ويعني ايه تكلم الحكم كويس وتتعامل مع الحكام زي ما اتفرجت وشفت بنفسك بره، والدوريات اللي بره عامله ازاي. حسام حسن بيوجه رساله للحكم محمود البنا، رغم انه حسام حسن خرج من المباراه فايز 1-0 على نادي الزمالك. بص يا سيدي، حسام حسن نجم سموحه قال ايه في الرسالة بتاعته لحكم اللقاء محمود البنا؟ كتب ايه بقى حسام حسن على ستوري على حسابه على انستجرام؟ اتمنى كابتن محمود البنا يراجع نفسه، وبعدين انا همثل ليه في لعبة مصر كلها شايفة عكس اللي حضرتك شايفه. ومبروك لنادي سموحة والجهاز الفني والاداري واللاعيبة الرجالة قوي، ان شاء الله نستمر ونرجع النادي لمكانه الطبيعي. بيتكلم عن نادي سموحة طبعا اللي هو بيلعب فيه. بالله عليكم ده اسمه كلام؟ يعني لو كل لاعب ياخد انذار او طرد او اي حاجه او اي قرار من الحكم ينشر له كلمتين على السوشيال ميديا ويقطع الحكم فيهم ويحسس الحكم انه اذنب ذنب كبير جدا، كل لاعبي العالم بيحصل معاهم ظلم تحكيمي ومع ذلك بيخرج من المباراة عادي جدا، ومباراة وعدت خلاص صفحة واتقلبت. وكمان انت خارج من المباراة فريقك فايز وانت مقدم اداء ولا اروع، مباراة ممتازة جدا انت عملتها وعامل اسيست والراجل احرز هدف بالاسيست بتاعك وفايز. انا والله العظيم مش بدافع عن الحكام وانا اهلاوي، والمفروض ان انا اتكلم كلام غير ده لان المباراة كانت بين يعني طرفين ما يخصناش، ولكن خلاص الغلطة مش مأثرة على فريقك وكسبت، يبقى مفيش داعي لتقطيع وتوجيه رسائل للحكم، ولا هتقدم ولا هتأخر ولا هتلغي الطرد ولا هتعمل لك اي حاجة. ده اللي انا كنت عايز اقوله بمناسبة الكلام اللي قاله حسام حسن، وبصراحة كان لازم اقول الكلام ده. وفي نهاية الفيديو ندعي لاخواتنا ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويداوي جرحاهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان استمر بدعمكم، والسلام عليكم.